فلنفترض ان انا دلوقتي جالي انترفيو بس فيرتوال، يعني اونلاين، اللي هو من خلال زوم بقى او جوجل ميتس او حاجه. اتحضر ازاي؟ في هذا الفيديو هنقول عن الحاجات اللي اعملها في السيتنجز بتاعتي وانا قاعده عشان اتحضر لهذا الفيديو. اما البرفورمانس بقى اللي هو ادي ازاي هيبقى فيديو قادم ان شاء الله. مرحبا بكم جميعا، انا اسمي ميلودي عبدو. انا هنا بتكلم عن كل ما يخص رحله البحث عن العمل، حيث كتابه السي في، للتحضير الانترفيو، للتعامل مع المديرين والحصول على الترقيات وما الى ذلك. نحضر السيتنج عشان لما يجيلنا انترفيو. مبدئيا لوك ات ذا جلو. مش ممكن، لا استنوا، بجد خليني اقول قبل اي حاجه انه نجاح هذا الانترفيو، يعني نجاح ان الناس تعرف تطلع مني بمعلومه في الحاجات الاونلاين، تعتمد بجزء كبير جدا عليا انا، وعلى انا هعمل ايه وهظبط الدنيا ازاي بحيث ان المعلومه توصل لهم. في الحاجات التانية هم اللي بيبقوا مختارين الاوضه والميعاد ونيجي الساعه كام وهم يبقوا فاضيين ومش عارف ايه، لكن المره دي التقل علينا. يبقى نعمل ايه بقى عشان نتحضر؟ سواء كان الانترفيو لايف او بري ريكوردد، جماعه هذه النصايح الليسته اللي هتتكرر دلوقتي دي مفيده في الحالتين. فلننطلق. اول حاجه المفروض اعملها او ابقى متاكده منها قبل ميعاد الانترفيو يعني بحبه، هو دبل تشيك التايم زون، يعني اتاكد من الميعاد ومن فروق التوقيت ان وجد. المفروض هيكون مكتوب في الايميل او في الانفيتيشن يعني بتاعت الانترفيو، هو الانترفيو الساعه كام بتوقيت ايه، اوكي. ولكن لا مانع من اني اسال تاني انه يا جماعه ان شاء الله الانترفيو يوم كذا الساعه كذا بتوقيت كذا، ها ولا لا؟ حتى لو هبان حماره في السؤال ماشي، لانه مش هينفع من اول مره كده نبقى يعني معرفناش ندخل في الميعاد صح، يعني دي مصيبه سودة. مظبوط. تاني حاجه اعملها هو اني اتعلم السوفت وير نفسه، يعني اسالهم احنا المفروض هنعمل الانترفيو ده على ايه، هل هو على زوم ولا سكايب ولا جوجل ميتس ولا ايه بالظبط. طبعا هم المفروض هيقولوا من نفسهم يعني، ولكن برضو لو ما قالوش او لو المعلومه ما وصلتليش اسالهم. لو احنا اول مره نكون بنستخدم هذا السيستم او هذا السوفت وير، يعني يفضل ان احنا نكون بنجربه مره قبليها كده مع حد من اخواتنا، حد من اصحابنا، بحيث ان احنا نبقى فاميليير بالسيستم وما نقعدش نعلق معاه، بدل ما اضيع وقت في ان انا مش عارفه اكونكت على الاوديو منين، او ان الكاميرا مقفوله مش عارفه افتحها، او خاصه لو انا مطلوب مني ان انا اشير معاهم دوكيمنت، سواء بقى برزنتيشن عني وعن الهيستوري بتاعي او السي في حتى، فما اقعدش بقى اقول لهم بيتعمل منين. وطبعا نكون بنستخدم البيرسونال اكاونت، لو الشغل موفر لي اكاونت على زوم مثلا او حاجه، انا بعيده عنه تماما، ماليش دعوه، ده بتاع الشغل، انا بتكلم على بتاعي انا. برضه حاجه والنبي صغيره خالص كده، انا لما اجي استخدم البيرسونال اكاونت بتاعي يا ريت يا ريت يا ريت اسميه باسمي الاولاني، اسمي التاني باسمي الاولاني، او اسم العيله ايهما افضل او ايهما انا مشهوره بيه، ماشي. بلاش بسكوته بطوطه واحمد الجاحد والحاجات دي كلها، ماشي، وزيزو وميزو والحاجات دي. ثالثا اختيار المكان، احرص على اختيار مكان هادئ، واتفق مع الناس اللي معايا ان انا يا جماعه معلش انا اسفه انا عندي انترفيو من كذا لكذا، رجاء مش عايزه اسمع نفس. وطبعا برضو لو عندي قطه ولا كلب زي الحاله اللي هنا دي، اقعدهم بعيد واتاكد ان هم عندهم كل حاجه وما يعملوش دوشه، فهي النص ساعه ولا ال40 دقيقه اللي هعمل فيها الانترفيو دي، اوكي. ولو انا مش هعرف اعمل الانترفيو من البيت، يفضل اني اروح حته تانية. طبعا لما اجي اروح حته تانية ما اروحش كافيه عشان الدوشه والزحمه والحاجات دي كلها، والانترنت كونكشن مش هتبقى لذيذه وكل حاجه. يفضل اروح كووركينج سبيس انا متعوده عليها برضو، يعني لازم اجرب الحاجه الاول بحيث ان هي اتاكد ان السيتنج كويس، الخلفيه كويسه، الكونكشن كويسه، الدنيا كلها كويسه. رابعا الخلفيه. طبعا لما اجي اختار الخلفيه، سواء انا هعمل الانترفيو في البيت او هعمله في وركينج سبيس او حاجه، يفضل اني اختار خلفيه تعكس صوره ايجابيه عني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي تكون بسيطه، في اطار ان انا في الشغل مش ان انا نايمه على السرير مثلا. ممكن طبعا اختار خلفيه ساده عادي ما فيهاش حاجه، وممكن ان هي تبقى حاجه فيها نوع من الديكور، يعني برواز، رفوف عليها كتب، مكتبه، شباك. بس طبعا الشباك لا، لانه هيبقى بيدخل النور على قفايا مش على وشي.
شباك مقفول قصدي، ما يدخلش اضاءه. ما اختاروش بقى هي الحاجات بتاعت اوضه النوم، يعني الدولاب، السرير، السراحه الكبيره. طبعا هتقولوا لي ايه سراحه دي، هقول لكم تسريحه. تقولوا لي ايه تسريحه دي، اقول لكم سراحه. ممكن طبعا برضو نعمل اللي هي الفيرتشوال باك جراوندز اللي بتتحط في ظهري في زوم او الحاجات دي، ولكن انا بيرسونلي مش بحبها، عشان افرضوا حصل جليتش ولا حاجه والخلفيه بتاعتي بانت اللي هي السرير. مش انا. اختار انهي جهاز بقى، طبعا على حسب انا عندي ايه. يعني لو انا ما عنديش لابتوب دن خلاص اختار الموبايل اكيد يعني، ولكن لو انا عندي لابتوب طبعا I have to go for اللابتوب because it's more professional. ابقى حطاه في حته ثابت راكز في مكانه ومتاكده من الكاميرا هتكون بص عليا ايه. وطبعا قبل ما الانترفيو يبتدي اكون لازم شحنه اللابتوب على الاخر، وبرده احتياطي شبكه الفيشه في الحيطه او في الكوبس، بحيث انه يعني ايه لو لا قدر الله البطاريه باظت في ساعتها ما يهمناش. زي كده اهو الشاشه اهي قدامي، وانا عشان بستخدم شاشه مش بستخدم اللابتوب، فعندي ويب كام ماشي، وببقى مظبطاها على نفسي ومتاكده انه الفريم لطيف والدنيا حلوه وكل حاجه كويسه. ونفس الحكايه بالنسبه لو هستخدم اللابتوب، هتلاقوه في حته هنا اهو. نيجي بقى لتظبيط الصوت. طبعا يفضل نستعمل سماعه او ميكروفون او حاجه عشان الصوت يطلع يعني واضح بقدر الامكان. طبعا مش محتاجه اقول ان انا اي حاجه هستخدمها لازم اكون مجرباها الاول وعارفه هي بتشتغل ازاي. ولو انا هستخدم حاجه من اللي هي الحاجات البلوتوث او الوايرلس دي، يجب عليا اني اتاكد ان هي هتبقى كونكتد دائما، يعني على مدار الميتنج كله كونكتد للديفايس اللي انا هعمل منه الميتنج او الانترفيو، مش فجأة هتفصل وتقوم رايحة تكونكت مع تليفوني ماشي. ولو انا هلبس مايك او حاجة بلاش اللي هي ايه دي، بلاش. الاضاءة لو انا هعمل الانترفيو الصبح فهنيئا لي نور ربنا، لما يبقى في وشي كده هيبقى لذيذ جدا وهيبقى كافي في الاضاءه يعني بتاعت الانترفيو. لو مش نور ربنا برضو زي يعني انا فاتحه لمبه هنا جنبي صفرة عادي 9 واط تقريبا من 10 حاجه كده يعني بسيطه ما فيهاش حاجه، يعني هي اضاءه مكتب ماشي عادي ما فيهاش. طبعا يفضل انكم تبقوا موسطنينها بطريقه افضل، يعني انا لما بعمل كده بيجي على وشي خيال. يفضل لا يعني مش لازم نبقى محسوكين قوي، بس يعني لو عرفنا نعملها اوكي، ما عرفناش برضو مش مشكله. وحاجه كمان معلش، لو انا هلبس النضاره الجميله اهو ملكه جمال اوكي، لو انا كدابه ولا ايه؟ المهم اهو يعني بصوا اتاكد انه النور ما يبقاش عامل يا اما الخط اهو عامل يعني عاكس الفريم في عيني، او ان هو يكون عامل لمبه في النص كده اظبطها بقى يعني. تاسعا اتشوز اللبس المناسب لهذا الانترفيو. يعني ابقى اسالهم يا جماعه لما يبعتوا لي ايميل او لما يتصلوا بيا يبلغوني بالانترفيو او حاجه، اقول لهم ايه الدريس كود، يعني مطلوب مني البس ايه او يكون شكلي ايه، لو هو فورمال ولا سمارت كاجوال ولا كاجوال ولا ايه بالظبط. واختار اللبس المناسب بقى. عندي اللبس المناسب بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما بقاش قاعده مخنوقه فيه، يعني ما تبقاش بدله ضيقه عليا ولا تيار خانقني، وفي نفس الوقت وانا بتدرب على ان انا بعمل الانترفيو يفضل ابقى لابسه اللبس اللي انا هلبسه في الانترفيو، بحيث ان انا ابقى فاميليار بكل الحركات. عاشرا واخيرا اوسطن نفسي في الكادر كويس، يعني وانا بظبط الكاميرا او بظبط اللابتوب او بظبط حاجه. طبعا النور ده المفروض يبقى في وشي مش من الجنب كده، عشان عندي حته منوره وحته لا، بس ابقى ظابطه نفسي في الكادر. يعني انا قاعده اهو في حته من هنا تقريبا زي حته من هنا وباينه لحد الحته دي، وعارفه ابص وعارفه اتكلم وعارفه اعمل وعارفه كل حاجه. ارهقت بس كفايه كده. ما اعتقدش ان هيكون في حاجه تانية محتاجين تتحضروا لها يعني بالنسبه للسيتنجز بتاع الانترفيو اللي هو الفيرتوال. وبالمناسبه بامكاننا ايضا ان احنا نتدرب على التحضير على اجابات يعني اسئله الانترفيو من خلال الكوتشنج باندل. يس بيكاز اساسا كارير كوتش هنا. السلام عليكم.
ده شكل السيرفيس على الويب سايت. الحجز طبعا من خلال الويب سايت، ولو عندكم اي استفسار ابعتوا لي مسج او اعملوا اي حاجه. دي حاجه. تاني حاجه ممكن ان انتوا تروحوا للفيديو التاني اللي هو بتاع عرف نفسك بالانجليزي، اللي هو هتلاقوني عامله فورمولا فظيعه ما حصلتش للفريش جرادويتس وللاكسبيرينس. اي هوب ات هيلبس. لو انتوا اصلا عايزين تعملوا سي في اساسا عشان تبعتوه يجي لكم انترفيوهات بقى، سبحان الله احنا جاهزين والله. www.melodyabdoconsultancy.com/free. حصلوا على التمبلت المصمم لا يتناسب مع متطلبات سوق العمل في 2023 وطالع، وهو طبعا 100% كاستمايزبل وورد دوكيمنت و ابليكنت تراكنج سيستم فريندلي كمان. او تعالوا لي انا وانا اعمل لكم السي في برضه عادي، ده شكل السيرفيس على الويب. if you want to book with me يعني بالنسبه للحجز بامكانكم انكم تروحوا ل www.melodyabdoconsultancy.com/book-online. هبقى حاطه هذا اللينك في الكابشن او في الديسكريبشن او في الكومنت او حاجه. وميرسي لحسن الاستماع. وايضا لو عندكم بعض الاقتراحات يعني لو عندكم اسئله انترفيو معينه عايزيننا نجاوبها او حاجه. صحيح الفيديو ده عن السيتنجز بتاع الانترفيو الفيرتوال، لكن البرفورمانس بقى يعني انا اعمل ايه فيه بعد كده جواه، اادي ازاي واتصرف ازاي، ده الفيديو القادم ان شاء الله. فيديو كل خميس، سبت وخميس الساعه 9 مساء. القاكم على خير، اتبسطوا، هيصوا، الخير قادم لا محاله. Good luck.